هنعمل النهاردة صينية بطاطس بالفراخ. هنا معانا وراك منضفاها ومنقعها في تتبيلة ومشرحاها كده من فوق، ومنضفاها من الحتة اللي بتبقى فوق كده زي الكبدة. دي بتدي مش طعم حلو، بتدي زفارة للفراخ، ياريت تستغني عنها. بشيلها خالص وبشيل اي دهون وبشرحها كده من فوق عشان تشرب التتبيلة. التتبيلة بتاعتنا بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملح وفلفل، كاري، بهارات فراخ، وبودرة ثوم. وهنا بقى اللي هيشيل الزفارة برضك وهيدي طعم حلو هي نص كوباية لبن، لما تتنقع فيها تدي طعم حلو، ومعلقتين كبار زيت، ومعلقة صلصة مقلباها مع معلقة عسل اسود. دي هتدي برضك شكل وطعم حلو، بديل الصويا صوص. وهنا معايا مية بصل هنزل بيها، وهنزل بالتوابل، وهنزل باللبن والزيت والصلصة ومعلقة العسل الاسود. دول بيدوا لون حلو قوي للفراخ. كل المقادير دي كلها والتتبيلة دي هقلبها مع بعض. هقلبها. بس التتبيلة جميلة وبتدي ريحة جميلة قوي. بس التتبيلة عاملة ازاي؟ تحفة. نتبل الحاجة عشان تدي طعم ومنظر حلو وتست حلو للحاجة قبل السوا. بصوا المنظر على الورك عامل ازاي التتبيلة. هنقلب كل الوراك معانا، كمية هنا حسب ما تحبي. هنا انا هسيبهم ساعة في التتبيلة. هنا انا غلفتهم كويس بالتتبيلة. هسيبهم بقى لغاية ما اجهز لصينية البطاطس. هنا انا حضرت معانا المكونات بتاعت صينية البطاطس. معايا الفراخ متبلة وقعدت شوية في التتبيلة، ومعايا هنا البطاطس حلقات اهي بالتقطيعة دي، وهنا معلقتين صلصة، وبصلة متقطعة مكعبات مع توم مفروم مع ملح، والروزميري هحطه انا في الوش الفراخ. وهنا معلقة سكر وفلفل اسمر وفلفل حار على حسب الرغبة، وكمون وكزبرة. هنا انا هحط البصل والثوم. هسيب الروزميري احطه على وش الفراخ، مش محتاجاه دلوقتي. احط معاهم التوابل، واقلبهم هنا كويس واشربهم من بعض. اقلب البصلة مع الثوم، ما ادخل التوابل فيهم عشان يطلع العصارة بتاعته، عشان انا عاملة البطاطس هنا ني في ني تبقى نفسها حلو. ادعكم كويس اهو بالشكل ده، كله دخل في بعضه وشرب من التوابل. معلقتين الصلصة الجاهزة، وهنا معايا طماطم معصورة. انا مش بحطها بقشرها، بحاول اصفيها يا اما اقطعها صغير عشان يبقى شكل الصينية معانا حلو. الطماطم ما يضايقش حد وهو بياكل. هنا هقلب الخليط بتاعنا.
بالتوابل بالصلصة بالعصير الطماطم. بعد كده ارص البطاطس بتاعتنا. احاول اوزعها كويس في الصينية بالشكل ده. وابدأ ارص الفراخ بتاعتنا. عايزة تقطعي الورك 2 قطعي، عايزة تعمليها صينية بطاطس بالدبابيس بس. ارص الوراك بتاعتنا، ارصهم رصة كده حلوة. احط بقى ورقتين الروزميري اللي سايباهم، احطهم على الوش، هيدوا نفس حلو للفراخ وطعم وريحة حلوة. اثناء التسوية لو انا احتجت ادهن وش الفراخ تاني بالتتبيلة ادهنها عشان تاخد وش حلو وهتبقى معانا بالمنظر ده. ادخلها على الارضية فرن سخن، وهي بتغلي في الفرن وخرجت معانا بالشكل ده. حاجة كده تحفة، جربوها يا رب تعجبكم. انا هقربها من الكاميرا عشان تشوفوها وتبان اوضح. صحة وهنا.